جماعه في مشروب جديد نازل في الخلاط اسمه عرايسي. هو مش جديد قوي بس انا اول مره اسمع عنه، عايزه اجربه. تعالوا نجربه كده سوا نفتحه ونشوف. بس هو شكله حلو، في واحده اوريو كده ومكسرات وموز على الوش. فتعالوا نفتحه ونشوف عباره عن ايه ده. بس انا فتحته اهو، في مكسرات كده كتير كتير كتير. انا بحب المكسرات يا جماعه، شايفين المكسرات كتير ازاي. المكسرات مرشوش عليها عسل، المكسرات دي عليها عسل. في بتاعت اوريو وموز على الوش اهي. نخلص الاوريوهايه واجيب لكم باقي بقى. ناكل بقى المكسرات. شايفين لقيت كمان حتت فراوله وعنب وبندق ولوز، كاجو كمان اهو. بعد ما خلصنا الوش اللي فوق في حتت تفاح، حتت تفاح وزبيب. بصوا يا جماعه بقى كده بيبقى في عصير. انا اصلا مش عارفه احدد ده عصير، ده عصير ايه بالظبط، بس هو شكله كوكتيل كده، مش عارفه. بس ايه هو العرايسي ده؟ عباره عن فواكه وعصير ومكسرات بالعسل واوريو. بس هو طعمه خطير، بس انا مش عارفه ليه هو سماه عرايسي، يعني اسمه غريب الصراحه. يلا قولوا لي جربتوا العرايسي قبل كده ولا لا؟ انا عن نفسي كنت بحب البارادايس، بس قلت اغير المره دي واجرب العرايسي. قولوا لي ايه رايكم، البارادايس احلى ولا العرايسي؟ قولوا لي رايكم في الكومنت. قولوا لي لو في اسماء مشاريب تانية في خلاط اروح واجربها واقول لكم رايي. كده تم نسف العرايسي بنجاح، وباي.